السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم هي عباره على البراج او المبرجه، كل واحد كيفاش يقولها في المنطقه تاعو. واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ نحتاجو 3 كيلات سميد يكون متوسط، قرصه ملح، كيله ماء. هنايا راح نديرو بالزبده، بصح السر في هذا البراج هنايا شوفوا الكاس تاع الزبده. انا رايحه نكمل الكيله هذه بالزيت هكذا، قيس 2 صباع هكاك. هذا هو السر تاع هذا البراج. ورايحين نحتاجو الجلجلانيه. اما بالنسبه للغرس الكميه اللي تستعمليها هنايا كل واحد كيفاه. رايحين نعطروه بالقرفه، القرنفل وما ورد. هنايا الكيله تاع الماء ما قلت لكمش، راهي مخلطه نص كاس ما ورد ونص كاس ماء. ونبداو على بركه الله. كما راكم تشوفوا هنايا انا حطيت السميد تاعي مع الملح. هنايا نحطوا الدهان تاعنا. انا كيما قلت لكم هنا درت الزبده ذوبتها، خليتها تتصفى من الماء تاعها اللي من اللوط، هزيت غير الزبده اللي من فوق وحطيت لها 2 صباع هكذا كيما راكم تشوفوا زيت. هنايا بسم الله نبداو نبسسوه، ما تعجنوهش، جوست على راس صباعكم هكذا. نخدمو غير بصبعنا هنايا، نبسسوه مليح حتى تدخلو مليح في كل حبه، تحسي دخلت لها الدهان تاعها، تتشبع لازم الدهان تاعها هكذا. كذا بصباعك برك تدخلي لها مليح الدهان تاعها. كيما راكم تشوفوا هنا حكينا مليح الدهان مع الدقيق تاعنا حتى نحسوها تشربت كل شيء، تشرب الواحد. في هذه المرحله اللي يحب الجلجلانيه، انا نحبها هنا، كل ما يحبهاش نحطوا الكميه اللي رانا حابينها ونزيدوا نخلطوا معاها هكذا، نخلطوا مليح. ونجيبوا هنايا كما قلت لكم نص كيلو ما ورد ونص كيلو ما، ونبداو نبخو فيه بشويه هكذا، وتخلطي غير بصبعتك هكذا. صبوه بشويه برك، ماشي نسي جامي كاين اللي الدقيق تاعهم ما يشربش، تما تقدري ما تكمليش الكيله كامله، تخلي ولو ربع الكيله. بصح على العموم هنا راح نخليوه يرتاح على هذه، تما نكملوا له الكيله. كيما راكم تشوفوا هنا يبان لكم راهو جاري شويه، بصح معليش. هنا راح نخليوه يرتاح على الاقل من نص ساعه حتى لساعه، ونرجع لكم نعته لكم كيفاش. ما حطينا العجينه تاعنا ترتاح تاع البراج، رايحين نوجدوا الان الغرس تاعها. نجيبوا الغرس تاعنا هكا، كل واحد الكميه اللي راه حابها. نحطوا له الجلجلانيه هكذا، يحب الجلجلانيه بزاف. نحطوا الان القرفه والقرنفل تاعنا. هنايا كاين اللي يحبين يسمو غير بالقرفه ولا يحبين يسمو غير بالقرنفل، انا نحبهم في زوج، ما نخلطهم، يجي بزاف بنين هكا على راس المغرفه فقط. كل واحد ما تكتروش منه، راهو قوي بزاف الطعم تاعو. وهنايا نحط شويه قرنفل، ونبدا نعجن فيه. هنايا بعد ما عجنت شويه الغرس مع الجلجلانيه والقرفه والقرنفل، نجيب هنايا زبده دايبه، نحط بالملعقه فقط باش ما نكثرش. كما راكم تشوفوا انا حنحط غير 2 ملاعق 2 مغارف باش يجيني شويه طري، زبده بزاف طريه. وهنايا نسمو بشويه ما ورد، كل ما طري الغرس مليح ونخلطهم باش ما يشيحليش في البراش تاعي ويبقى طري كما نحطو هنايا.
هنا كل واحد النوع اللي يستخدمو تاع الغرس. كاين اللي يستعمل هذاك تاع البطانه، انا استعملت هذا العادي اللي نشريوه من برا. هنا نبقاو نخلطو فيه حتى شوفوا كيفاش يطرى لنا هكذا، يعود الطري. هنا نبقاو نعجنوه فيه ونزيدوا له بشويه بشويه في ما ورد. هنا كاين اللي ما يحبش ما ورد يقدر يستعمل ما زهر. هاو كيفاش تحسن عليه طري كي لا بوماد. كما راكم تشوفوا هنا هاو العجين تاعنا كيفاش ولا، هاو تلم. هنا واش حنديرو نقسموه على قسمين. هنا انا خليته نص ساعه حوالي 40 دقيقه. نقسمو العجين على 2 ونجيبو لا عندك بابي فيل، اذا ما عندك تقدري ديري تغسلي الشعره وتستعمليها. هنايا راح نبداو اولا نحلو الغرس تاعنا، نحلوه دائره صغيره فقط، ومن بعد نحطوه فوق العجين ونحلو كلشي مع بعضه هكذا. او هنا هاني قد ما حليته هكذا شويه فقط. ومن بعد دوك كما راكم تشوفوا هنايا حطينا البابي فيلم، نحطو النصف الاول تاع العجين تاعنا نحلوه هكذا. هنا راح نديرو على شكل دائره. كاين اللي يديروه يحبوا يديروا على شكل مستطيل باش ما يخسروش الحراف هكذا كما راكم تشوفوا. كما قلت لك حليناه على قد الغرس تاعنا. هنا كاين اللي يحب الغرس بزاف يدير طبقه خشينه، انا هنا درتها متوسطه هكذا. ونجيب النصف الثاني تاعنا نحطوه هكذا. هنا الثاني تقدري ما تحطيهش بهذه الطريقه، تحليه كيما الاول هذا فوق بابي فيلم وتحطيه تحطيه ديريكتومون فوق الغرس تاعك. انا ندير هذه الطريقه، وساعات ثاني نستعمل الطريقه نحلوه فوق شكاره ولا بابي فيلم ونحطوه ديريكتومون فوق العجين ونقرصوه بيدنا هكذا. انا هنا درت كميه صغيره، نتوما ديروا كميه اللي تحبوا، كل واحد على حساب افراد العائله تاعو هكذا. ومن بعد درك نحلو نقرصوه باش نرققوا الدائره تاعنا هكذا بشويه. كما راكي تشوفي العجين راه شرب لنا، راه طري شويه فقط. هنايا كما راكم تشوفوا هاي كيفاش درتها على شكل دائره، الحجم تاعها متوسط. هنايا في العلو هنا نبداو نقصو فيها. هنا كاين اللي يحب يقصها على شكل مربعات، بصح هي الشكل تاعها يكون معين هكا تمسحيه. جربوه بزاف خفيف ومبسس على خاطر حطينا فيه هذيك شويه تاع الزيت، يجي بزاف مبسس رائع. وانا درته هنايا بالزبده تجي تاني رائعه. هنايا كل واحد كيف يحب، كاين اللي يحب يدير حبات كبار، كاين اللي يديرهم متوسطين. انا هنايا نكمل نقصهم ونرجع لكم. كما راكي تشوفوا انايا جبت سنيوه، ها هي كما راكم تشوفوا، ونهز الحبات تاعي. هنا نحطوناهم فوق الشكاره يتعاونك. نهزوا الحبات تاعنا نعدلوهم حتى اللي كانوا في الطروف تقدري تعدليهم كي تنحيها هكذا. هاك تشوفي تعدلي الحبه وتحطيها على الشكل هكذا تاعها، تعدليها وتحطيها في السنيوه وتحطي الطاجين تاعك يسخن. هنا حطيت
ما عنديش طاجين هنا، حطيت المقله معليش، طيبيها فوق المقله ولا فوق هكذا، تعدليها مليح كما راك تشوفي، تعدلي لها الحراف تاعها، ما تخليهمش مشعتين هكذاك، ونحطوهم في السنيوه ونطيبوا. كما راكم تشوفوا انا حنطيبها هكذا في المقله بعد ما سخنت مليح. نهز الحبه تاعي ونبدا نحطهم. لازم تكون المقله شويه ثقاله، انا المقله تاعي هذه ثقاله، على هذه جايه كلي طاجين، ندير فيها الكسره، ندير فيها البراج، نحطهم هكذا. بسم الله هكذا، تخلي حتى تحكم روحها من الجهه الاولى باش تقلبيها على الجهه الثانيه. كي تشمي ريحته بدات تطلع، ها كيما هنا بدا يطيب، ما تخليش حتى يتحرق وتقلبيه بالعقل نهرو مبسس. كي تقلبوه جوست بالعقل نهرو مبسس بزاف، راه ريحته تشهي رائع. نتمنى من كل قلبي تجربوه، تستاهلوا حاجه تصلح لكم ان شاء الله. كذا كما راكم تشوفوا هنا راه طابت، هاي كيفاش اللون تحصلوا عليه رائع. احنا راه سخون شويه، هنا نحيه وتخليه يبرد نهلا. كما راكم تشوفوا هاو الباج تاعنا او المبرجه وجدت، جا بزاف بنين، ريحته تشهي. نعت لكم حبه كيفاش جا، بسم الله. كما راكم تشوفوا جا طري رائع. نتمنى تجربوه وتكتبوا لي آراءكم في التعليقات، تنجحوا فيه. ديروا جيم للفيديو، تشتركوا في القناة، تضغطوا على الجرس باه يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في الوصفة الجاية ان شاء الله.